السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة 219 من ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها ماكسيمم نمبر اوف فيش ان جريد. مسألة باختصار بيقول لك ان هو يديك جريد بالمنظر ده، وحضرتك المفروض ان انت فيشر، يعني عامل صياد. حلو. والراجل ده بيقول لك لو هي زيرو دي معناها ان هي لاند، لو هي اي رقم غير الزيرو دي معناها ان هي ووتر، والرقم اللي جواها ده بيعبر عن عدد الفيش الموجودين داخل السيل دي. حلو. تقول له والله كلام سليم. عايز ايه بقى؟ قال لك والله حضرتك المفروض ان انت لو فيشر وقاعد في المكان ده، فانت تقدر تتحرك فوق تحت يمين شمال خلاص على الاربعه دايركشنز بتوعك، وتجمع لي اكبر عدد من الفيش اللي تقدر تجمعهم اوفر اول، وتقول لي ايه اكبر عدد عرفت تجمعه. فانا لو بدات مثلا اللوب من هنا، فانا ممكن اخد الاثنين دول مع بعض كده، انت معاك اوفر اول 3. لو خدت دول فانت كده معاك اوفر اول 7. لو قررت ان انت تاخد دول فانا معايا اوفر اول 5. ولو قررت اخد دول فانا معايا اوفر اول 5 برضه. تقول لي طب ليه ما تاخدهمش كلهم؟ اقول لك عشان كده انت هتتحرك دايجونالي، وده مش مسموح. الراجل ده قال لك الدايركشنز بتاعتك اهي خلاص. فانت بالنسبه لك اب داون ليفت رايت. اوكي. تقول لي طيب كلام سليم. فالاجابه فعلا كانت هنا 7، لان دي كانت احسن حاجه تعرف تجيبها. ولو جينا بصينا لجريد زي دي، فهتلاقي نفسك يا اما تبدا من هنا يا اما تبدا من هنا. الراجل مديك الحريه، اختار المكان اللي انت عايز تبدا منه براحتك، مش مشكله، ولكن انا يهمني ان انت تطلع لي الانسر اكيوريت. طيب لو جينا فكرنا في المساله زي دي، ازاي اصلا ندور على سوليوشن؟ هقول لك الحل بسيط، حاجه اسمها فلوت فيل. تقول لي مين فلوت فيل ده؟ اقول لك والله انت بتبدا في سله معينه، وانت بتحاول تكسباند. لو فاكر برنامج البينت او الرسام زمان لما كنت بتمسك الجيركن ده، فاكره؟ وتيجي تروح تضغط على مكان تلاقي كل المكان اتلون صح بنفس الحاجه اللي انت عايز تختارها. فده سامبل واضح جدا على حته الفلوت فيل. فانت بتكون في نقطه معينه وبتحاول تطلع فوق، تنزل تحت، تدخل يمين، تدخل شمال قدر الامكان، وكل سيل تعيد عندها نفس الايه، نفس اللوب، نفس السايكل نفس السايكل نفس السايكل. طبعا لو سيل ما تقدرش توصل لها فدي معناها بتكون بوردر بالنسبه لك، او احنا في الحاله دي لو السيل بالنسبه لنا زيرو فاحنا مش هنعرف نوصل للسيل دي. وتبدا تريبيت البروسيس دي لحد ما تخلص، واكبر عدد انت حضرتك هتعرف توصل له يبقى انت كده ايه، حققت الايه، الماكسيمم بروفيت بالنسبه لك، او دي اعلى حاجه تقدر توصل لها من عدد الفيشز. فانت مطلوب منك تحل المساله اللذيذه دي. تقول لي طيب ايه الالجوريزمز اللي ممكن استخدمها؟ والله انت مش محتاج الجوريزم، انت لو فاهم حته الفلوت فيل انت ممكن تحلها، ولكن احنا ممكن نحل المساله دي بحلين مختلفين. الحل الاولاني ممكن نحلها بحاجه زي البي اف اس، وده اكيد كلنا عارفينه. الحل التاني ممكن نحل المساله دي بحاجه زي الدي اف اس. وما تنساش احنا برضو بنحاول لما بنحل المساله بنعمل حته الاوبتمايزيشن، فخلينا حتى ممكن نحاول نطبق الاوبتمايزيشن على البي اف اس والدي اف اس مع بعض. دلوقتي بما انك عارف البي اف اس والدي اف اس، عايزك توقف الفيديو بطل، تحاول تكتب الفكره البسيطه مع نفسك. لو ما عرفتش تعال نكتب مع بعض. ولو انت اول مره تشوفنا، او لو انت حاسس ان الموضوع غريب، ما تقلقش خالص. صدقني حتى لو انت ما عندكش اي خبره عن حاجه اسمها بي اف اس او دي اف اس، صدقني كمل الفيديو لحد الاخر وهتلاقي نفسك استفدت جدا يا بطل. دلوقتي جاهز؟ يلا بينا نحل المساله. يلا بينا. طيب هنعمل ايه بقى يا كوتش؟ والله اول حاجه خلينا متفقين ان احنا تعالى نخبط الحل الاولاني اللي هو البي اف اس. طب البي اف اس كان فكرته ايه؟ والله دايما البي اف اس هو مشهور بان هو يجيب لك شورت باث، ولكن احنا هنمبلمنته بطريقه مختلفه دلوقتي. احنا هنشغله كانه الفلوت فيل بتاعنا. تقول لي يعني احنا كل مره هنديله سيل معينه كاكس وواي ونخليه يجرب بيها؟ اقول لك ايوه، هو ده اللي احنا هنعمله مع البي اف اس بتاعنا. تقول لي والله كلام سليم. طيب ايه الداتا اللي احنا هنحتاجها؟ اقول لك تعالى نبدا دايركتلي بالبي اف اس، وهقول لك في الطريق الداتا اللي احنا محتاجينها. اول حاجه خلينا نقول ان احنا هنريترن انتجر. ليه؟ ما هو الاجابه بتاعت الجريد اللي انا اديتها له، وهسميه بي اف اس عادي جدا. تقول لي طيب وبعدين؟ والله تعالى هديله الاكس وهديله الواي، وكمان ما تنساش تديله الجريد. تقول لي طيب هل الراجل ده هنحتاج حاجه تاني كمان معاه؟ اقول لك فعليا انت محتاج تعلم الراجل ده ان انت ما تحاولش تزور مكان مرتين، فانت هتلاقي نفسك محتاج حاجه اسمها فيزيت. اشمعنى؟ ما هو خد بالك من حاجه واحده من الكوارث اللي الناس لسه بتتعلم بي اف اس او دي اف اس او حتى دايناميك بروجرامنج عشان يجي يحل مساله زي كده. فهو هتلاقينا دايما بيغرق في حته ان هو بينادي نفسه، فهو عمال يطلع فوق يروح نازل تحت، ينزل تحت، يطلع فوق، يطلع فوق، ينزل تحت، يطلع تحت، ينزل فوق. فانت عشان تافويد السايكل دي فمحتاج ان انت تستخدم فيكتور اوف فيكتور تاني اسمه جريد. حلو. ولكن احنا ممكن ننساه دلوقتي. تقول لي اشمعنى؟ اقول لك ما هو انت الجريد بتاعتك، المكان اللي انت زرته حضرتك مش محتاج تزوره تاني، ومش محتاجين فكره الميمورايزيشن. انت ممكن تعمل ابديت دايركتلي على السيل دي، تقول له اقفلها زيرو. يعني انا لو خدت الواحد ده ممكن اقفله، خدت الاثنين دي ممكن اقفلها واخلص. بشتري دماغي من الصداع. تقول لي حلوه الحركه دي. طيب فاحنا هنستخدم الفيكتور اوف فيكتور بتاعنا اللي هو كان بوليان، انا عملت له اوبتمايز من الاول واحنا بنكتب الكود، هنحطه في الجريد. تقول لي طيب وبعدين؟ والله تعالى نعرف الكيو بتاعنا، وقول اوف بير طبعا انتجر وانتجر، سميه كيو.
تقول لي طيب والاجابات بتاعتنا تعالى نجيبها في الانسر. هنعمل ايه؟ تعالى نعمل بوشنج للمكان اللي احنا فيه اللي هو الاكس والواي، ونبدا نكمل الامبلمنتيشن بتاع اي بي في اس انت عارفه يا بطل. طيب انا حطيت بوشنج لايه اول اكس وواي بتوعي، هعمل ايه؟ تعال نطلع الاكس والواي بتوعك اللي هم نفسهم كيو دوت فرونت، وطبعا اي حاجه بناخدها بنعمل لها بوب. تقول لي سهله. وبعدين طبعا ما تنساش بما انك خدت الاجابه بتاعت الانسر قول له الانسر بلس ايكوال الاجابه اللي انت جايبها من الجريد بتاعت الاكس والواي، دي معلومه مهمه. وبعدين اقفل بقى المكان ده. يعني ايه اقفل المكان ده؟ يعني اقول له الجريد دي بقت بزيرو دلوقتي، ليه؟ عشان لو حاول يزورها في اي لحظه يبقى بالنسبه له اتقفلت. يعني انا بعمل لوك على المكان ده خلاص. زيرو ده معناه ان انا بقلبها من ان هي سي او مكان فيه فيش انا قلبته خليته لاند. تقول لي طيب هنعمل ايه بعد كده؟ والله حضرتك دلوقتي محتاج تتحرك على 4 دايركشن فوق تحت يمين شمال. طب انا اعرف منين الدايركشن دي؟ قلت لك قبل كده ان احنا كنا بنعملها بالدي اكس والدي واي، وكنا اختصرناها في فيكتور نوع انتجر سميناه داير، وقلنا ان الداير ده كل اللي عليك ان انت هتعمله بالندروم -1 0 1 والناحيه الثانيه 0 بعد كده -1. واخد بالك؟ -1 -1 0 0 في النص 1. لو انت حفظتها بالشكل ده مش هتضيع فيها وقت حتى لو انت في كومبيتيشن او حتى في تكنيكال انترفيو وانت فاهم انت بتعمل ايه. قول له طيب وبعدين؟ ولا كل اللي عايز اعمله ان انا هكمل اي ايكوال 0 اي اصغر من 4 والاي بتاعتي بلس بلس. قلت له طب يا كوتش انا برضه لسه الحته دي مضايقاني. اقول لك بص يا بطل، وقف الفيديو ده هتلاقينا في البلاي ليست بتاعت البي اف اس شرحنا بالتفصيل الطريقتين اللي احنا ممكن نعرف نمبلمنت بيهم ازاي انا اعمل حاجه زي فلوت فيل، او ازاي انا اعرف اتحرك على جراف 4 دايمنشن حلو فوق تحت يمين شمال. ولو انت حاولت ان انت مثلا عاوز تزود او تكسباند ان انت عاوز تتحرك دايجونالي فانت هتلاقينا برضو شرحنا الجزئيه دي في البلاي ليست بتاعتنا الخاصه بالبي اف اس. تقول لي والله كلام سليم. طيب معانا ايه؟ معانا الدايركشن دلوقتي. هعمل ايه بعد كده؟ والله كل اللي انا محتاجه ان انا هعلمه اقول له بص انت معاك الدي اكس اللي هي عباره عن الاكس القديمه اللي معاك زائد اديني الدايركشن اوف الاي. طيب والناحيه الثانيه والله نفس الموضوع بقول له انت معاك الدي واي اللي هي عباره عن الواي الحاليه والدايركشن بتاعت الاي بس زائد 1. دلوقتي عاوز اتاكد الدي اكس والدي واي بتوعي دول فاليد ولا لا. طب فاليد يعني ايه؟ يعني انت حضرتك ما رحتش بره الجريد من 4 اتجاهات وحضرتك برضو موجود في مكان فيه فيش، يعني يعتبر سي وليس لاند. فانا كل اللي علينا انا هقول له بقول لك ايه؟ لو الدي اكس اكبر من او بيساوي 0 اند الدي واي اصغر من او بيساوي الاصغر من بس طبعا الجريد دوت سايز. حلو. نفس الكلام هتقول له لو الدي واي اكبر من او بتساوي 0 اند الدي واي اصغر من او بتساوي اصغر من بس طبعا الجريد اوف 0 دوت سايز. تقول لي ليه مش بيساوي؟ اقول لك ما هو بيساوي ده انت كده تضرب ران تايم ايرور، لان انت الراجل ده مثلا فيه 4 فاليوز 0 1 2 3 فانت اخر اندكس بالنسبه لك 3 صح؟ فانت بالنسبه لك ادي 0 1 2 3 دول اللينس بتاعهم 4 فانت هتقارن 4 بالثلاثه هيقول لك ان والله ده كده في مكان فعليا انت ما عندكش المكان ده. يا اما انت تعمل حل تاني ان انت تقول له كونتينيو، ولكن انا حبيت اغير لك الابروتش لان احيانا الناس تقول لك ايه خلي لو الاكس اصغر من 0 او لو الواي اكبر من او بيساوي الجريد او الدي اكس اصغر من او بيساوي الزيرو او لو الدي واي اكبر من الجريد اكبر من او بتساوي وهكذا. خلاص. ففي الحاله دي احنا بنعمل كونتينيو، يعني انا بقول له سكيب الحته دي. فما تقلقش من الطريقتين، مش عايزك تتخض، كل واحد وبيفكر بطريقته. انا احيانا بفضل الطريقه دي واحيانا تانية بفضل الطريقه الثانيه، فانا دايما بخليك متعود على الطريقتين عشان ما تحسش ان في حاجه صعبه. فالحاله الاولى كنا هنخلي الراجل ده يكمل، الحاله دي انا هخلي الراجل ده يسكيب يعمل كونتينيو. خلاص. تقول لي طيب خليني ارجعها الحاله الاولى عشان نبقى ماشيين بالابروتش الجديد ده. فانا بقول له لو هو فاليد يعني هو في الرينج من 0 لحد اصغر من الجريد، وده في الرينج من 0 لحد اصغر من الجريد. الحاجه كمان ان انا عايز اتاكد باند ان الراجل ده عنده قيمه، يعني الجريد بتاعت الدي اكس والدي واي مش بزيرو صح؟ تقول لي طيب لو حصل الكلام ده هنعمل ايه؟ والله كل اللي انا محتاج اقول له بقول لك ايه كيو دوت بوش بعد اذنك الدي اكس والدي واي دي عشان نعرف نروح نعمل لها بروسيس تاني كمان مره نشغل عليها بروسيس. تقول لي والله كلام زي الفل، فاضل لنا ايه؟ تعالى تحت نقول له ريتيرن الانسر بتاعتنا. بس كده؟ اقول لك بس كده انت مش محتاج حاجه تاني احنا عملنا ايه؟ ادي الكيو، عملنا الانسر، عملنا البوشنج، عرفنا الدايركشن، طلعنا الاكس والواي بعد ما مسحناهم، وخدنا الاجابه الحاليه بتاعتنا جمعناها على الانسر اللي معانا، وابتدينا نبروسيد زي ما الراجل ده عاوز. خد بالك الحل ده تحس ان هو طويل، الحل التاني هيبقى اقصر بكتير يا بطل. تقول لي طيب فاضل لنا ايه تحت؟ والله تعالى نعمل الماكسيمم بتاعنا بزيرو، وتعالى اللوب مش محتاجين اكتر من كده. بقول لك ايه لف على الجريد دوت سايز اي بلس بلس. بقول لك ايه كمان مره لف على الجي لحد الجريد اوف 0
دوت سايدز. حلو الكلام؟ تقول لي طيب ماشي. وبعدين والله حضرتك دلوقتي عايز تماكسمايز، بس امتى؟ لو الجريد اوف الاي والجي بالنسبه لك فاليد. اشمعنى؟ ما انا مش عايزك تعيد نفسك تاني، هيطلع الراجل ده وياخد رحله طويله، شوط طويل عريض ملوش اي تلاته لازمه، وانت الجريد ده اصلا بالنسبه لك زيرو، يعني هي لاند، يعني انت مش هتعرف تصيد فيها حاجه. فلو المكان ده فيه حتى لو سمكه واحده خدها واطلع بقى اكسباند، اكسباند من كل النواحي، فوق تحت يمين شمال، هو يتصرف بقى، يتشالب ويرجع لك الاجابه. تقول له طيب وبعدين؟ والله كل اللي انا عايز اقوله له بقول لك ايه، الماكس بيساوي الماكسيمم ما بين الماكسيمم اللي معاك حاليا اللي هو اصلا زيرو، وان انت تنادي البي في اس بتاعنا وتدي له الاي وتدي له الجي وتدي له الجريد اللي معايا. بس كده بس كده. وتعالى ريتيرن الماكس، خلينا ران الكود بتاعنا. هتلاقي الراجل ده فعلا جاب اكسبتد وبيت 8%. طب يا عم شكرا على الكوين، بس ايه 8% دي؟ هو احنا الكومبلكس بتاعتنا هنا قد ايه؟ اقول لك تعالى نحسبها. حضرتك كل مره بتلف اي تحتها جي تحتها بتنادي البي اف اس. البي اف اس ده بياخد تايم قد ايه؟ والله بيزد على المعلومات اللي حضرتك شرحتها لنا قبل كده، البي اف اس ده بياخد نود بلس ايدجز، عدد الفيرتيسيز زائد عدد الايدجز اللي هم ايه؟ الجريد نفسه. تقول لي يعني انت كده بتلف ان في ام في ان في ام، هو الكونسترينز بتاعتنا قد ايه النهارده؟ هقول لك تعالى نشوف كده. الكونسترينز الراجل ده بيقول لك ان هي 10، ف 10 في 10 في 10 في 10 عادي، ما عنديش اي ادنى مشكله، ولكن مش ده اللي حصل في الكود. لو انت دي اجابتك فانت محتاج تراجعها تاني. اشمعنى؟ لان انت مين قال لك ان الراجل ده بيشتغل كل مره؟ تقول لي طب ماشي، ما انا ممكن اديك الجريد دي مش باصفار، ده كلها بارقام. اقول لك على الاقل لما انت تديها له كلها بارقام هو هيناديها مره واحده بس لو هي كلها بارقام. اشمعنى؟ لان الراجل ده هيلف ان وام وكل حاجه، بس كل ما هيجي يدخل على الليف كونديشن هيقول له خلاص المكان ده اتعلم. يعني ايه؟ يعني المكان ده حصل له فيزيت اصلا. تقول لي يعني اوفر اول التايم بتاعنا ان في ام بس. اقول لك طب والميموري بتاعتنا؟ والله ما خدتش حاجه في الميموري. اشمعنى؟ هو انت استخدمت الجريد نفسه، هو هنا كل اللي استخدمناه هو الكيو. تقول لي طب الكيو ده ما ينفعش نستغنى عنه؟ اقول لك ينفع. ازاي؟ الحل التاني بقى. تقول لي يعني هنعمل ايه؟ اقول لك شايف الكود الجميل ده؟ احنا هنسيب اللي تحت ده زي ما هو، ولكن هنكتب كود جنبه كده اسمه دي اف اس. اشمعنى؟ لان دي اف اس هيعتمد على الريكرنس، هو هيعمل نفس البروسيس اللي كانت بتحصل في الوايل لوب مع الاربعه دايركشن دول، ولكن بطريقه لذيذه شويه. تقول لي طيب ازاي؟ اقول لك تعالى نكرر نفس الكود، وتعالى نخلي الراجل ده اسمه دي اف اس، وهياخد نفس الاكس والواي والجريد. طيب فاضل له ايه؟ والله كل اللي احنا محتاجينه الاف كونديشن الحلوه دي، وكل الكلام ده ممكن نطيره حتى لحد الانسر. تقول لي انا مش هتحتاج الكيو؟ اقول لك لا، هي فكره الدي اف اس مش محتاجه اصلا كيو. تقول له طيب معانا الانسر، تعالى بس الاول نعمل تشيكر كده لذيذ. قول له بقول لك ايه، لو الراجل ده، تعالى نغير الكونديشن ده عشان تحس ان احنا حاطينا الطريقتين وانت طلعت بمعلومه جديده. فبقول له لو الراجل ده طلع ان هو اصغر من زيرو، او لو الدي اكس بتاعتك طلعت اكبر منها وبتساوي الزيرو، او لو الراجل ده الدي واي طلع اصغر من زيرو، او لو طلع الدي واي اكبر من او بتساوي الزيرو. ولكن انت هتحتاج ان انت تغير الاند دي، كل الاندات دي تحتاج ان انت تغيرها خليها اور. اشمعنى؟ لان لو الدي اكس اصغر من زيرو اطلع، لو الدي اكس اكبر من او يساوي الجريد اطلع، لو الدي واي اصغر من زيرو اطلع، لو الدي واي اكبر من او يساوي الجريد اوف زيرو اطلع، او لو حضرتك لقيت ان الراجل ده بزيرو اطلع. يعني ايه لو الراجل ده بزيرو يطلع؟ يعني لو حضرتك لقيت الراجل ده قيمته بزيرو، فده معناه ان كل دول مش عايز لهم اجابه، فانا كل اللي هعمله هقول له ريتيرن زيرو، يعني مش عايز ولا واحده من دول، مش عايز اشوفهم. تقول لي طيب كده انت خلصت على الراجل ده في الجزئيه الاولى، وبعدين؟ والله كل اللي محتاجه دلوقتي ان انا اجمع الاجابه. طب اجمعها ازاي؟ انت معاك الانسر بزيرو، فانا دلوقتي كل اللي انا محتاجه ان انا اجمع الاجابات بتاعتي على الانسر. يعني هقول له الانسر بلس ايكوال مين؟ الاجابه بتاعتك في الجريد وفي الاكس والواي. تقول لي صح، وبعدين؟ والله دلوقتي حضرتك محتاج تريتيرن او تريكرنس على الاربعه دايركشنز بتوع الراجل ده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هتجيب الريكرنس بتاع الدي اف اس الاولاني والثاني والثالث والرابع. الراجل ده كان بيعملهم بالايه؟ بالدايركشنز. ممكن تعملها بنفس الدايركشن او ممكن تعملهم دايركتلي بايدك. يعني ايه اعملهم دايركتلي بايدي؟ يعني باختصار كل اللي انت محتاج تعمله اوفر اول ان انت تقول له بقول لك ايه، ما تيجي تريتيرن الدي اف اس بتاعت الاكس زائد واحد والواي والجريد. ايه ده؟ ما هو انا بكرر نفس الاربعه دايركشنز اللي انا كنت بعملهم هنا، بس انا لازم اعملهم هنا ايه؟ بنفسي. تقول لي يعني هتكرر البروسيس دي؟ اقول لك مره بالاكس ماينس واحد ومره بالاكس زائد واحد، اروح مكررها كمان مره، اقول له بص خلاص سيبك من الاكس كررها بالواي زائد واحد، واروح اقول له بقول لك ايه، طب ما تكررها كمان مره بس الواي دي ماينس واحد. كده انت خدت الايه؟ خدت الاربعه دايركشنز اللي انت محتاجهم كدي فاس. طيب فاضل لك ايه؟ فاضل لك ان انت تزود على الكلام ده الانسر. طب الانسر دي بتيجي منين؟ والله هي بتيجي من الجريد نفسه اللي انت حسبته. ممكن كمان تخلي دي دايركتلي مره واحده، يعني تقول له الانسر بتساوي الجريد دي.
تقول لي طب ما احنا ممكن نشيلها ونحط الجريد دي هنا. اقول لك كده انت وقعت في الفخ، كده انت تدخل الراجل ده في سايكل. اشمعنى؟ لان الراجل ده هيفضل ياخد كل الاجابات فوق تحت يمين شمال فوق تحت يمين شمال وهي فاليد. تقول لي اه ده احنا نسينا ما نشيل الجريد نعلمها بزيرو زي اللي كنا بنعمله هنا. بص كده، تقول لي اه طب دي نعملها فين؟ اقول لك بعد ما انت خدت الاجابه سيفت الاجابه بتاعتك في الانسر خلاص، قول له بقول لك ايه، الجريد بتاعت الاكس والواي اللي معاك دي اقلبها زيرو يا بطل. اشمعنى؟ لان والله الاجابه دي انت خلاص سيفتها، فانا دلوقتي مش محتاجها فانا هقلبها زيرو. فدلوقتي تبدا تلف على الاربعه دايركشنز وانت مطمن ومعاك الاجابه بتاعتك مسيبها في الانسر الفاريبل ده. فبالتالي بدل ما احنا كان عندنا كيو في الحل بتاع البي اف اس، لا ده احنا كان معانا بس فاريبل واحد بس. فاحنا ممكن حتى نشيل كل ده ونخلي شكل الكود بالمنظر ده، 4 سطور اغنوط كدي اف اس حلوا لك المساله اللي انت عاوز تحلها، ولا العك اللي احنا كنا عاملينه في البي اف اس. وهنا نفس الكود مش هيتغير غير بس ان احنا هنخلي دي اف اس ونفس البارامترز تقريبا هي اللي احنا استخدمناها. تعالى كده رن الكود بتاعنا. تقول لي الراجل ده معترض على الدي اكس، اقول لك اه عشان احنا خدنا البتاعه دي كوبي بيست، فخلينا نعدله ان احنا ما عندناش دي اكس او دي واي، احنا كل اللي عندنا هم الاكس والواي بس. فخلينا نقول له انت معاك بس الاكس والواي. خلينا رن الكود كمان مره. هتلاقي الراجل ده فعلا جاب اكسبت دويت 100% من الحلول وبيت 85% من الميموري بالحل بتاع دي اف اس، عشان احنا عملنا حته اوبتمايزيشن. لو جيت حسبت التايم هتلاقيه نفس التايم، ولكن ممكن نزود عليه لوجايه عشان الريكرنس اللي بيتم كدي اف اس، عشان احنا بنعتمد على الستاك بتاعنا. والميموري بتاعتنا هي تعتبر افضل ميموري ممكن نحل بيها المساله دي، ان انا ما استخدمش بس غير فاريبل هنا وفاريبل هنا بس كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، واكيد طبعا سبسكرايب الجميل. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.